يا صديقي المسؤوليه مسؤوليتك، انا مش بخوفك، بس انا بقول لك مسؤوليتك يعني ابذل شويه من الاهتمام. مفيش حاجه اسمها جت ما جاتش خلاص، هي ما جاتش خلاص. مفيش حاجه اسمها جت ما جاتش خلاص، ما بنلعبش احنا، ده مش لعب، هو في النهايه ده مستقبلي. صرت طبيبا يا بشرى، ما خاب رجاء ليالينا، قد بات عنائي ذا ذكرى، واليوم تفوح امانينا. يا استاذنا انا بذاكر نحو وما بعرفش احل، ده طبيعي؟ لا ده مش طبيعي، نتكلم بصراحه، ده مش طبيعي. طب المشكله فين؟ لو انت بتذاكر نحو يا صديقي وما بتعرفش تحل، ده معناه ان حضرتك اما بتذاكر غلط او اما بس معلش يعني نبقى يعني ايه، ما تزعلش مني، بتذاكر غلط. يعني انت حضرتك المذاكره بالنسبه لك، وانا نبهت مرارا وتكرارا عن الجزئيه دي، النحو ما بتذاكرش ان حضرتك تسمع الفيديو بنزله لحضرتك، بما انك مذاكر قبل كده فانت سماعك للفيديو بيكون بناء على الحته اللي انت بتسمعها اللي انت واقع فيها ومش قادر تفهمها لوحدك بس. اما فكره اللي انت تجيبني تتفرج عليا كده انت ذاكرت، ما نمثلش، دي مش مذاكره. امين؟ عدينا الحته دي، عدينا الحته دي. طب انت بتذاكر كده، انا ما عنديش مشكله. مقياس المذاكره ايه؟ القاعده محفوظه، القاعده لازم تتحفظ. طيب انا مذاكر بقى، انا الحته دي انا عاملها بجد، مذاكر، باجي احل بحل غلط. ليه؟ عشان وانت بتحل بتسيح مع الاجابات، ما بتنفذش الخطوات اللي انا بنفذها. يعني لو انت مركز، هو انا ايه اللي يخليني احل 60 سؤال في ساعتين؟ ايه خير يعني؟ اشمعنى يعني؟ ده هم 60 سؤال يتحلوا في نص ساعه، عشان احنا ما كناش بنحل، احنا كنا بنحلل السؤال فبنقول خطوات. طب انا مستر مطلوب مني اعمل ده، مطلوب منك تعمل ده طول ما انت بتحل وبتتدرب. طب ما انا كده هضيع وقت في الامتحان. لا يا قلبي، ما انت مش هتضيع وقت في الامتحان، لانك هتكون بتطبق الخطوات عشان انا بشرحها لك، لكن انت هتطبقها بس. لو انت طبقت الخطوات بتاعت حضرتك في السؤال، استحاله تعدي 90 ثانيه، استحاله بكل المقاييس، في اصعب الحدود ما تعديش 90 ثانيه سؤال نحو، ده كتير كمان. فايه اللي يخلينا غلط؟ اللي انت تحل بالحب. هو انت مش هتتخيل ان انت بتحل بالحب، بس انت بتحل بالحب، ان انت بتقرا الاجابات وبتشوف فين الاجابه المستصاغه، فين الاجابه اللي لايقه، اللي انت بتعتمد لوهله ان طب ما ليه دي، ما دي لايقه اكتر، فبقينا بنقيس باللي لايق، فبقيت بتقول انا بحل غلط. طبيعي تغلط، ليه؟ ما انت خلاص بقى فلتزم بالقواعد الجحيم، ما انت رميتها بقى، قلت لي بلا قواعد بلا بتاع، ما انا بقيس باحاسيسي. كلام بجد ما بهزرش، الكلام مش كوميدي، الكلام ده حقيقي. فلو انت بتعمل كده لازم تغلط، وما تقوليش انا ما بعملش، استحاله بتكون بتطبق خطوات وبتغلط، ولو بتغلط هتبقى بتغلط بنسبه، يعني بنسبه انت عماله الكيرف بتاعك عمال يزيد ويعلى. يعني انت تغلط عادي، بس الكيرف بتاعك بيعلى، اللي هي ايه؟ يا عم ازاي انا حللت الحته دي غلط؟ ازاي ببص في انا عللت شفت الحته دي ما خدتش بالي منها، ده انا كنت فاكر الفعل هنا يعتدي، طلع الفعل اسمه يتعدى او يعتد مثلا. خلاص اتفقنا. طيب حل مشكله السرحان في ايه؟ مش فاهم. ما تسرحش. حل بسيط، حل مشكله السرحان انت ما تسرحش. بتسرح في ايه يعني؟ مش فاهم يعني بتسرح في ايه؟ بتفكر يعني في المستقبل ولا بتسرح في ايه؟ ولا بتفكر في حد مثلا؟ مش عارف. ما تسرحش يعني. حل مشكله السرحان ان انت ما تسرحش تاني. حل مشكله عدم القلق، يبقى عندك بس شويه ثقه في ربنا وثقه ان المستقبل ما بيتضمنش. ثقتين في الحاجات دول، حاجتين، ثقه في ربنا وثقه ان المستقبل ما بيتضمنش. ده مش حاجه وحشه، بالعكس، لان لو في حد بيضمن المستقبل يبقى في ناس تانية هتتظلم. فمن سنه ربنا في الحياه الجميله ان المستقبل ما يتضمنش. ليه ما يتضمنش؟ عشان تفضل دايما لاجئ لربنا. فحل مشكله ان انا ابقى قلقان طول الوقت، ان انت تزود بس ثقتك بربنا 10 حبات. زائد ثانيا تعرف ان التقادير دي يا ابني مش بتاعتنا، احنا بنعمل اللي علينا بس، اما التقادير دي حاجه مش بتاعتنا يا صديقي. مستر، احنا عايزينك تسال المستر هو ايه عدد الدرجات المناسب اللي احنا ننقصه، او ايه الاخطاء اللي انا المفروض اخطاها في الامتحان الشامل، او لو جبت كام ابقى حلو ولو جبت كام ما تبقاش حلو. بص يا صديقي، الموضوع ما بيتحسبش كده في الفتره دي. بمعنى انا لو قلت لك النهارده انت عشان تبقى حلو لازم تنقص 5 درجات، انا كده ضريتك بكل المقاييس. لو انت بتقفل هتقول ايه ده يا عم، ده انا جامد جدا. ده انا بطل مذاكره بقى، ده انا اخش امتحان بكره. طب لو انت بتنقص 10 تقول يا نهار ابيض، ده انا مش حلو، ده انا مش عارف اعمل ايه. طب لو بتنقص 20 يا نهار ابيض، ده انا راحت عليا. اذا في كل المقاييس انا قلت لحضرتك ان انت لحد ليله الامتحان هتفضل تتعلم، والعلم ملوش نهايه وملوش حد، بالذات العربي، لان في جزء متحرر هو متحرر. تمام؟ انا بعمل ايه؟ انا مطلوب مني النهارده ان انا لما انقص 50 درجه، شوف انا بديك مثال، نقصت ال 50 درجه افهم انا نقصت ال 50 درجه فين. النهارده انا بتكلم في 10 درجات، 15 درجه رايحين مني. النهارده انا بتكلم في 5 درجات رايحين مني، بتكلم في 3 درجات، بتكلم في درجتين. حلو ولا وحش؟ ولا حلو ولا وحش، هو الاهم الغلطات دي اتغلطت ليه. والسؤال ده مش انت اللي تساله لي تقول لي يا مستر انا مش عارف انا بغلط ليه. يعني ايه بتغلط ليه؟ انا اللي جاوب ولا انت اللي جاوب؟ انت اللي تجاوب مش انا، انت اللي غلطت. فانت عارف السؤال ده انت كنت تعرفه ولا ما تعرفوش؟ والله انا مذاكر. طب انت متسرع ولا انت؟ يقول لي مش عارف. يعني ايه مش عارف
عارف يبقى انت ما قعدتش مع نفسك يا صديقي بورقه وقلم وتحاسب نفسك. يا صديقي حاسب نفسك، يا صديقي حاسب نفسك يا قلبي، ما انت لازم تحاسب نفسك. اصل انت مش هتجيبني هحاسبك، مش هتعرف تعملها ولا هتفضل تجيب حد يحاسبك. فانت ما ترميش المسؤوليه في الفتره دي على حد يا صديقي. المسؤوليه مسؤوليتك، انا مش بخوفك، بس انا بقول لك مسؤوليتك. يعني ابذل شويه من الاهتمام. مفيش حاجه اسمها جت ما جاتش خلاص، هي ما جاتش خلاص. مفيش حاجه اسمها جت ما جاتش خلاص. ما بنلعبش احنا، ده مش لعب. ما هو في النهايه ده مستقبلي. انت بتقول لي ما تتوترش، ترجع تقول لي مستقبلي. ما دي حقيقه. ما هو ده برضو اهمال، نوع من الاهمال. ان انا اغلط يا جماعه 10 درجات في امتحان ولا 5 درجات في امتحان، سيبك انت من الدرجه حلوه ولا وحشه، وانا ما اعرفش انا بغلط ليه. قمه الاهمال والله، قمه الاهمال يا ابني. ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها كده. انت المفروض لما بتغلط النهارده انا ابقى فاهم ده ايه. ايوه فهمت ليه، اطمنت. انا كده حلو ولا وحش؟ انت كده حلو الحلو الحلو، انت كده برنس البرانيس. ايه برنس البرانيس؟ مش عارف، بس هي طلعت كده. خلاص اتفقنا، ماشي صحيح. قد صرت طبيبا يا بشرى، ما خاب رجاء ليالينا. قد بات عنائي ذا ذكرى، واليوم تفوح أمان.